كان يا مكان في يوم جميل مليان شمس وضحك. كان في عصفور صغير اسمه فلو، وفجأة وهو بيلعب في حديقة المدينة ورا شجرة كبيرة شاف حاجة غريبة بتلمع. فلو قرب بخطوات صغيرة لحد ما لقى سفينة فضائية صغيرة ولطيفة. عيونه فتحت على الآخر وقال: واو، دي بتاعتي! وقفز حواليها من الفرحة. من غير ما يتردد دخل السفينة الفضائية، بدأ يضغط على الأزرار كده بعشوائية، وفجأة السفينة بدأت تتحرك وتطير. الحديقة بقت صغيرة تحت والسما بقت زرقاء وجميلة. أول كوكب وصله كان غريب جداً. الأرض لونها وردي والأشجار مصنوعة من حلوى، والحلوى بتطير في الهواء زي الفراشات. وفلو عيونه لمعت وقال: ياه، دي جنة الحلوى! بس الحلوى كانت سريعة جداً، بعضها خبط فيه ووقع على الأرض يضحك. وفجأة ظهرت مخلوقة لطيفة اسمها موني. كانت عاملة زي حلوى طايرة بألوان مبهجة وعيون منورة. قالت له: استنى يا فلو، الحلوى دي مش بتتجمع كده، لازم تشارك. ضحك فلو وقال: تمام يا موني، نلعب سوا. واتعلم إن المشاركة بتخلي اللعبة أحلى. بعد ما اتعلم يشارك رجع فلو للسفينة، لوح بإيده وقال: هشوفك تاني يا صديقتي الحلوة. والسفينة بدأت تطلع تاني للسما، والمغامرة لسه مكملة. المكان الجديد كان مختلف خالص، كله رمادي وصخور وأشجار متحجرة. وفلو نزل بحذر وقال: فين كل الألوان؟ بس كان عنده فضول يعرف إيه اللي بيحصل هنا. وهو بيحاول يمشي بين الصخور الصعبة وقع أكتر من مرة. بس ظهر مخلوق هادي وجميل اسمه روكي. كان من الحجر الرمادي وعنده عيون دافية ومريحة. قال له بهدوء: ما تستعجلش يا فلو، خطوة بخطوة. وفلو ابتسم وقال: تمام يا روكي، هحاول أكون صبور. واتعلم درس جديد، إن الصبر بيخلي الطريق أسهل. وبعد ما شكر روكي ركب فلو السفينة من تاني، لوح بإيده وقال: هشوفك قريب يا صديقي الصبور. وانطلقت السفينة للفضاء تاني تدور على مغامرة جديدة. ودلوقتي فلو واقف في الفضاء والسفينة جنبه، وبيشوف كل الكواكب اللي زارها: كوكب الحلوى مع موني، كوكب الصخور مع راكي، وكوكب الموسيقى اللي لسه مستني الرحلة مع بينجو. طب قولولي يا أصدقائي، لو كنتوا مكان فلو كنتوا تحبوا تروحوا أنهي كوكب؟ كوكب الحلوى ولا كوكب الصخور ولا كوكب الموسيقى؟ اختاروا بسرعة، والمغامرة الجاية مستنياكم.